السلام عليكم. هنعمل النهاردة العيش الكايزر او عيش البرجر. هنعمله بطريقة تحفة جدا وسهلة جدا، هيطلع معاكي بنفس الشكل واللون اللي انت شايفاه ده. المكونات بتاعته بسيطة جدا جدا، اتحداكي هتقومي حالا تعمليه بعد ما تتفرجي على الفيديو ده. المكونات بتاعته سهلة خالص، كل الفكرة بتاعته في طريقة العجن والتسوية بتاعته. من غير ما اطول عليكم كده هنبدأ الفيديو بقى على طول. يلا نبدأ على طول. معانا كده كوباية من المية بمج الشاي العادي خالص، هنحطها كده ونحط عليها معلقة سكر ومعلقة خميرة، وهنقلبهم كويس خالص كده علشان نتأكد ان الخميرة بتاعتنا شغالة. اول ما بتطلع معاكي فقاقيع كده او رغاوي كده، يعني بنتأكد ان الخميرة كده تمام وشغالة. بعد كده معانا ربع كوباية من الزيت او حوالي 4 معالق، هنحط 3 معالق ونسيب معلقة كده على جنب. تمام. معانا بقى نص كيلو من الدقيق المنخول، دقيق عادي جدا متعدد الاستخدامات. وما ننساش نص معلقة من الملح. هنقلب بقى كويس كده لحد لما نضيع الدقيق بتاعنا. معانا بقى كوباية مية على جنب كده، مش هنحطها مرة واحدة، هو في الإجمالي كله أنا هستخدم نصها بس، هنزل بيها واحدة واحدة كده، كل ما احتاج هنزل بيها. ما ينفعش احطها مرة واحدة علشان العجينة ما تطراش مننا. تمام. هنبدأ بقى نلم العجينة كده، وكل ما نحس ان هي ناشفة معانا خلاص نحط بقى نقطتين كده من المية لحد ما العجينة تتلم معانا. اهم حاجة في العجينة بتاعة الكايزر هي العجن بتاعها، لازم تربي عرق كويس كده، ونقعد نعجن فيها شوية حلوين كده بتاع ربع ساعة كده. تمام. الاول ما العجينة الدقيق كله بيتلم معانا كده، هنبدأ نحط معلقة الزيت اللي احنا كنا سايبينها بقى على جنب. تمام. انا لما بحط مية كده يدوب ببل ايدي بس، ببل ايدي بس كده، ونحط بقى معلقة الزيت اهو. هنبدأ بقى نعجن كده كويس قوي. ممكن بقى تريحي ايدك 5 دقايق كده ولا حاجة، وتسيبي العجينة كمان ترتاح، وبعدين ترجعي لها هتلاقيها بقت سهلة معاكي جدا وبتطرى شوية، ما بتفضلش ناشفة في ايدك كده. تمام. يعني هنا سبت العجينة بتاع 5 دقايق كده ورجعت لها تاني، وبعد كده قعدت اعجن فيها بتاع 10 دقايق ربع ساعة كده لحد ما العجينة بتنعم معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خلاص استخدمت نص الكوباية مية زي ما انتوا شايفين. هنغطيها بقى بستريتش راب او باي كيس مشمع كده عندك، ونركنها كده في مكان دافي. في الحر اللي احنا فيه ده هتاخد لها حوالي نص ساعة. تمام. هنحضر بقى الميزانة بتاعتنا والسكينة اللي هنقطع بيها. الاول هنضيع خمر العجينة كده، هي قعدت حوالي نص ساعة كده لحد ما يتضاعف حجمها، لو في الشتاء هتاخد منك حوالي ساعة. تمام. هنقطع بقى العجينة كده بالحجم اللي احنا عايزينه. انا عملت الحجم بتاعها 60 جرام، يعني لو مش موجود عندك الميزانة بقى ممكن تعمليها بايديكي كده. كمان مش شرط ان انت تعمليها 60 جرام، انا كنت عاملاها حجمها وسط كده، ما هياش صغيرة ولا كبيرة. تمام. فانت ممكن بقى تعمليها مثلا 40، تعمليها يعني اقل من 40 تبقى صغيرة قوي، يعني مش تبقى كايزر بقى. لحد ما بتوصلي 100 جرام ممكن تعمليها 100 جرام. اهم حاجة ان احنا واحنا بنكورها كده نضغط عليها جامد، نطلع منها كل الهواء اللي فيها. تمام. ونخلي كمان شكلها مساوي من فوق كده، علشان بعد ما تستوي تبقى شكلها مساوي كده وجميل يعني. هنحطها بقى في صاج كده او في الصينية بتاعتنا، مش هندهن الصينية اي حاجة خالص. آه ان شاء الله مش هتلزق ولا هيبقى فيها اي مشكلة. هنبدأ بقى نكور كل العجين زي ما انتوا شايفين كده، انا عملت كله زي ما قلت لكم 60 جرام. تمام. ممكن كمان مش لازم يعني عيش الكايزر يتحشي برجر على فكرة، يعني ممكن تحشيه جبن بقى، تحشيه مربى، ايا كان يعني. المهم ان انا زي ما قلت لكم هيطلع معاكي تحفة جدا، والقلب بتاعه هيبقى من جوه جميل. بس اهم حاجة وانت بتكوريها كده تضغطي عليها علشان تطلع كل الهواء اللي معاها، فتكون لك قلب حلو كده. ده النص كيلو عمل لي حوالي 13 واحدة، وواحدة صغيرة كده. هركنهم بقى على جنب حوالي نص ساعة لحد ما يتضاعف حجمها تاني، ده خمر تاني يعني. زي ما انتوا شايفين كده حضرت معايا بقى بيضة وحوالي معلقتين كده من اللبن ومعلقة خل، وهنبدأ ندهن الوش كده بالفرشة. بندهنه بالراحة كده علشان ما نضيعش الخمر بتاع العجينة برضو. ما ينفعش ان احنا ندهن قبل ما تخمر، تمام، لازم تخمر الاول وبعد كده ندهن. فبالراحة كده علشان ما نضيعش خمر العجينة. تمام كده زي ما انتوا شايفين.
ممكن بقى على كده وندخلها الفرن سخن جدا، بس انا عندي شوية سمسم كده مش محمص ولا حاجة، هو يتحمص في الفرن، وبدأت ارش عليه كده زي ما انتوا شايفين. في الوقت ده انا كنت مسخنة الفرن على درجة حرارة متوسطة في الشبكة اللي في النص بقى، وندخل فيها العيش. وبيقعد في الفرن حوالي تلت ساعة. لما بيبدأ يحمر من تحت بنشغله الشواية 5 دقايق كده، وبعد كده بنطفيها ونسيبه بقى يحمر كده من الجوانب لحد ما يطلع معانا بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. تحفة جدا، وكمان هو بيزيد حجمه تاني لما بيدخل الفرن. تمام. رشة بقى بسيطة من المية كده، ما نكترش، ونغطيه شوية، وبعد كده نبقى نشيله من الصاج بتاعنا زي ما احنا عايزين. ده خلاص بعد ما كنت ركنته شوية بقى حوالي 5 دقايق كده وغطيته. بيطلع معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تحفة جدا. ما كنتش محمصة السمسم ولا اي حاجة، طبعا اتحمص اهو من الشواية ومن الفرن. تحفة جدا جدا بجد. يعني اتمنى ان انتوا تجربوه، اللون بتاعه خطير جدا. لو مش حابة ان انت تدهني لبن وبيض، ممكن تدهني معلقة نسكافيه كده مع معلقة لبن، برضو هتديكي لون جميل جدا. بعد ما بنسيبه شوية بقى بيبدأ يطرى معانا كده زي ما انتوا شايفين. اول ما بتخرجيه من الفرن طبعا بيبقى ناشف، فعادي جدا يعني لما بنديله رشة مية بسيطة كده ونغطيه بيبدأ يطرى. هشيل واحدة كده بقى اوريكم لونها من فوق ومن تحت. طبعا الدايرة الغامقة اللي هي من تحت دي من اثر البيض، يعني مش حرق ولا اي حاجة. شوفوا من جوه بقى قد ايه القلب بتاعه تحفة جدا وهش كده وجميل جدا بصراحة. يعني انا حاساه احلى من اللي احنا بنشتريه من بره كمان. كله بقى كده بنفس التسوية، ما هوش لازق خالص في الصاج. جميل جدا بصراحة. النص كيلو عمل لي كل الكمية اللي انتوا شايفينها دي. يعني بجد خطير جدا. زي ما قلت لك ممكن ما تحطيش سمسم، انا عشان كان عندي السمسم فرشيت عليه. ممكن كمان تحطي حبة البركة. شوفوا بعد ما قعد يعني شوية بتاع 10 دقايق كده، بعد ما طلع من الفرن طري جدا، رهيب جدا. والنص كيلو عمل لي كمية كبيرة. اتمنى ان انتوا تجربوه، ولو الفيديو عجبكم بقى ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وشيروا الفيديو لاصحابكم كده علشان القناة تكبر بيكم ان شاء الله. السلام عليكم.